السلام عليكم بنات، صافا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله. كيف ما قالوا لي بعض الاخوات، قالوا لي عفاك عاودي معنا الدولمه العراقيه. انا جيت نعاودها معكم هنا. هانتوما شفتوا الخضره اللي غادي نحتاجو: بطاطا، البصله، القرعه، باذنجان، شويه الفول، عندنا القزبر ومعدنوس والكرافس وشويه ديال الاشبنت. وهنا راني مشيت انا درت اللحم غادي تشدوه، غادي تغسلوه، غديروا في الكوكوط تسدوا عليه بلا ملح بلا والو، وغادي نجيو لهنا. من بعد ما غسلنا الخضره شفتوا كيفاش نقيناها من الداخل، خدينا داك اللب ديالها وكتقطعوه رقيق. وهنا الرز عيل عادي، هو كما كتشوفوا كترطبوه من قبل بالماء مده ساعه كاع هكاك. المهم شحال ما خليتوه كيكون مزيان، وبعد تصفيوه ديروه هنا كديروا الكفته هي كيف ما شفتوا. اما بالنسبه هنا هانتوما كنوريكم الحشوه اللي كناخذوها من الداخل ديال هذا، وهي هذيك اللي مقطعينهم. مقطعين تما البصله، واخدين ديال مطيشه حتى هي مقطعينها. كتاخذوا ديال البصله حتى هي كتقطعوها كلهم، هذوك اللي كتاخذوا من القلب ديال الخضره كتقطعوهم وكتحطوهم هنا في الصينيه. وكديروا الثومه باش ما نساهلكمش، قزبر ومعدنوس كتقطعوها. هي كنوريكم كلشي. هاي كل حاجه كتاخذوها من القلب ديال الخضره كتقطعوها رقيقه حتى كلشي الى اخره. هو هنا وكتضيفوا تما كاينه، راكم كيف ما كتشوفوا عندنا واحد الحك ديال المطيشه كبيره تما كاينه. وهاد البهارات اللي كتشوفوا هنا اولا العطريه كيف ما كنقولوا حنا، هادو كتاخذوهم من عند المحلات العراقيين او الشرقيين. كتاخذوا عندهم بهارات الظلمه، مكتوب عليهم بهارات الظلمه، هما اللي كديروهم، هما هادو اللي دايره انا. صافي كديروا شويه ديال الزيت القياس ديالكم على حسب الحشوه اللي عندكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا كل حاجه مقطعه بوحدها. وعندنا الكفته والرز، صافي هادشي اللي كاين. ومن بعد ديك الخضره اللي كناخذوا القلب ديالها كامل كنرشوها بشويه الملح باش كتجي لذيذه. وهنا في الحشوه يمكن لكم تضيفوا ضامه البنه ديال البقري اولا الغنمي على حسب اللحم اللي نتوما دايرين. وهنايا البصله كيف ما كتشوفوها، البصله كتشدوها عاديه كتحطوها في شي بانيو وكتغليو الماء مزيان وكتديروا عليها وكتخليوها حتى كتطلق. وكتجيو كتقشروها من الفوق ومن التحت وكتفتحوها من الجنب وكتعطيكم هذا الشكل هذا. كتفتح وحده بوحده. كنتمنى تكونوا فهمتوني، راني شرحت لكم دابا مزيان. البصله كتشدوها كديروا لها الماء طايب، ومن بعد كتفتحوها من الجنب وكتبقاو تدوروها كتعطيكم داك الشكل. هنا من بعد ما صايبنا الخضره وريتها لكم، وريتكم الحشوه، وريتكم كل حاجه. هنايا كيف ما كتشوفوا رشيناها بشويه الملحه من القلب ديالها باش كتجي لذيذه. وهنا غنبقاو نعمروا دابا. ولو ورقه العنب حتى هو راه كيكون حامض باش ما يديرهاش بكم. عاد تقبطوا داك الورق ديال العنب من بعد ما تشريوه من المحل، ديروه في شي شبكه وتغسلوه مزيان وتخليوه حتى كيتسقطر وعاد كتخدموا به. لحقاش هنا اصلا حنا كنستعملوا واحد حامض دوزي، في الاخر غادي نوريه لكم باش تفهموني مزيان شنو كنقول لكم. وهنايا حنا غادي نبداو دابا نعمروا كل حاجه، غادي تعمروها بديك الحشوه وتنزلوها حداكم. واللحم هنا راه هو طاب، انا حيدته وغادي نوريكم شنو غادي ندير في القلب ديال الطنجير. قبل ما غادي نحط دابا هادشي اللي كنعمر، كديروا جدوعه ديال الكرافس اولا جدوره، شنو كل واحد اش كيقول ليهم، غادي تشوفوا معايا. وهنايا ها هما الورق ديال العنب من بعد ما غسلناهم مزيان وسقطرناهم، غادي نخليوهم ها هما كنعمروهم حتى هما كيف ما كتشوفوا. بصراحه راه كتجي روعه في المذاق وصحيه. الورق ديال العنب كلهم فوائد، والخضر كلهم فيهم كيف ما كتشوفوا. الواحد كيبغي يغير، كيبغي يدير شي حاجه اللي عمره ما جربهاش، علاش لا. هنا غادي نستمر معكم كيف ما كتشوفوا هكذا. كنسدوا الجناب هما الاولين وكنديروا لها بحال ديك الطريقه ديال السيجار باش من بعد ما كطيب ما كتفتحش. وهنا غادي نستمر انا معكم. هانتوما عفوا كيف ما كتشوفوا، هي بصراحه الا كانت لافامي كبيره راه خاصها العوين لحقاش كتقبط بزاف الوقت. بالحق الا كنتو غادي ديروا كميه صغيره راه عادي.
هاي ديك البصله اللي قلت لكم من بعد ما كتشدوا الماء طايب وكديروا عليها وكتخليوها حتى كتطلق مزيان، وكتجيو كتقطعوا لها الراس من الفوق ومن التحت، وكتديروا لها واحد الفلحه هكذا من الجنب صافي. وكتبقى الدور ساهله، كتحيد لكم بحال هذا الشكل هذا، كتحيد هكا بحال الخواتم دايره. وهكاك من بعد ملي كتديروا لها هكا كترشوها حتى هي في القلب ديالها بشويه الملحه، ومن بعد غادي تعمروها بالحشوه حتى هي. اي حاجه غادي تعمروها هانتوما كتشوفوا، فلفله، باذنجان، اي حاجه ممكن كتعجبك في الخضره ممكن ديريها. هنا الورق العنب ها هو كنعاودو معكم هنايا من بعد ما غسلته ونشفته وعاد خدمت به. وهذه الحشوه هنايا كيف ما ساليت كتخلطيها كامله، ها هي كيفاش كتجي هذه كامله. وهنا غادي ندوز، هنا غادي صافي انا حيد داك اللحم اللي طاب ما وريتولكمش، غادي نوري لكم في الاخر. اللحم حيدناه وغادي نديرو هاد الجديعات هادو ديال الكرافس هادو، ديما انا كيكونوا عندي في الثلاجه كنحتفظ بهم، كنحتاجهم من الظلمه. ها هما كتفرشوهم وكديروا اللحم وعاد كتبقاو تستفوا الحشوه. ها هي كيف ما شفتوا معنا هنا في الصوره. هنا دابا استفنا كلشي، الخضره والبطاطا وباذنجان الى اخره. وهنا بالفوق ها ما درت دابا ورقه العنب مع البصله، وغادي ديروا لهم عافيه تكون متوسطه، تخليهم هما براسهم كيطلقوا الماء ديالهم. هانتوما غادي تسمعوا هنايا. من بعد غادي نديروا لهم واحد التبصيل هكذا، ضروري ديروا واحد التبصيل من الفوق. عرفتوا علاش؟ باش ملي كطيب الحشوه ما كتفتحش من الفوق، كتبقى مجموعه. هيا دابا رانا بدات كتغلي هنايا. هذا هو الماء اللحم، هذا الماء اللحم لا غير، هذا الماء اللي تسلق فيه اللحم. غادي نديروا له هاد حامض دوزي، واحد معلقه صغيره غنديروها معاه، ونديروا هذا حك ديال مطيشه صغير حقاش حنا ديجا درنا، وواحد ضامط البنه هو اللي غديروا مع هاد الماء اللحم وتمرقوا به صافي. وها هي طابت، شفتوها كيفاش كتجي روعه صراحه. المذاق كيجي واعر، وديك الساعه كيبقى لكم نتوما باش ترافقوها، ديروا شلاضه اولا ديروا مهم، كيبقى لكم الاختيار. الظلمه ديالنا هي وجدات، كتجي غزاله ما شاء الله. كنتمنى الفيديو يروقكم ويعجبكم وتكونوا فهمتوا فيه كل شيء بلي ديتاي. انا شرحه دابا مزيان اكثر من الاول، والبارطاج مع الاصدقاء باش تعم الفائده. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى تشجيعاتكم. كنتمنى تعليقاتكم الزوينه دائما في حالكم، ما تنساوناش منها. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم وبالصحه والراحه مسبقا. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف وبصحه. الظلمه راه كتجي واعره صراحه، والبنات اللي قالوا لي عاودي معنا الطريقه انا عاودتها لكم كلش، يعني كلش بالعراقي. زعما عاودتها لكم بلي ديتاي باش تفهموا كل شيء. كنتمنى تكون كل شيء مفهوم. وهنا غادي نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.